السلام عليكم، أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ أي كوك. وصفتنا اليوم العوامة اللي طلبوها مني بعض المشاهدات. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. لهذه الوصفة نحتاج إلى المقادير التالية. عندنا 2 كوب طحين، ملعقة كبيرة نشا مايزينا، ملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة خميرة خبز جافة، ربع ملعقة صغيرة ملح، وكوب وربع من الماء الدافئ، وملعقة صغيرة فانيلا. أنا رايحة نعجن في العجانة الكهربائية، تستطيعون العجن باليد أو بالفوي. ننخل الطحين، نضيف ربع ملعقة صغيرة ملح، السكر، النشا اللي هي المايزينا، ونضيف الخميرة، ونضيف أيضا الفانيليا. أنا نسيتها، ما لم أضعها من الأول، لكن ضعوها من الأول. ثم نضيف كوب وربع من الماء الدافئ، ثم نخلط جيدا حتى لا تبقى حبيبات من الطحين، حتى نحصل على عجين هكذا كثيف يكون لاصق. نضعه في صحن آخر، نغطيه بالبلاستيك الغذائي أو بكيس بلاستيكي، وندعه يختمر مدة 15 دقيقة. أنا طبعا نسيت لم أضع الفانيليا. بعد 15 دقيقة تضاعف حجم العجين، أضيف الفانيليا. أنتم أضيفوها من الأول من الأحسن طبعا. ثم نخلط العجين هكذا، يعني حتى لو لم أنسى وضع الفانيليا من الأول، هذه الخطوة ضرورية. يعني بعد 15 دقيقة نخلط العجين، يعني نخرج منه الهواء هكذا، ثم نغطيه مرة أخرى بالبلاستيك الغذائي، وندعه يختمر مرة ثانية مدة 15 دقيقة. يعني المجموع الاختمار العجين نصف ساعة. هكذا بعد مرت نصف ساعة نكون حضرنا القطر والزيت لنغطس فيه. نستعمل هذه الملعقة القياسية، ملعقة كبيرة لعمل الكرات. نكون وضعنا طبعا في مقلاة واسعة، حمام زيتي، لابد من وضع الكثير من الزيت. ثم نبدأ بالعمل. نضع الزيت تسخن فوق نار قوية، عندما تسخن ننقص النار إلى المتوسط. ونبدأ بعمل العجين. هذه العوامة تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. طبعا المقادير مكتوبة في آخر الفيديو. عندما نكون تأكدنا من أن الزيت ساخن، نبدأ بتشكيل العوامة. نقوم بهذه العملية، نضغط العجين بين أيدينا ليخرج كمية قليلة، ثم نقطعها بهذه الملعقة القياسية لكي نتحصل على كرات متساوية الحجم. هكذا، ونضعها مباشرة في الزيت الساخن هكذا، الواحدة تلو الأخرى حتى ننتهي من كل كمية العجين. بالنسبة للقطر عملت كوبين من السكر، كوب واحد من الماء، مع عصير ربع ليمونة. نضعه فوق النار حتى يبدأ بالغليان. ننقص النار إلى المتوسط وندعه يغلي مدة
من 4 إلى 5 دقائق حتى نحصل على قطر ثقيل نوعا ما. أنا أضفت القليل من العسل. هذا العجين يعني هذه المقادير تعطينا هذه الكمية التي تروها الآن في المقلاة. عندما ننتهي من وضع كل عجين نبدأ بالتحريك لكي تتحمر من كل الجهات. هكذا بعدما تحمرت وأخذت اللون الذهبي نخرجها من الزيت ونضعها مباشرة في القطر أو العسل اللي يكون دافئ. ننزع كل الكمية. أنا عسلت كمية بعد الأخرى. تستطيعون استعمال وعاء يعني واسع للعسل. هكذا ندحرج كل كمية العوامة في العسل ثم ننزعها ونضعها في صفاية هكذا لكي يقطر منها العسل الزائد. والوصفة جاهزة. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة، جربوها وتنجح معكم، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.